ديال التصنيعية صراحة ممتازة. السلام عليكم، مرحبا بكم في كوكوتيك مع هذا البارت 2 ديال الاختبار ديال هذه العجانه ولا هذا الغوبو بيتخان ديال دوتشمان. المرحله الاولى غادي نشوفوا العجينه ديال الخبز. جميع يعني لي زاكسيسوار اللي كيكون معاه ضروري نغسلوها في المره الاولى. هنا خدينا واحد الكيلو ديال الدقيق فيه الفينو وشويه ديال الفورس والملحه والخميره. بالنسبه للعجينه ديال الخبز كنستعملوا هذا الكروشي هذا. هذه غادي نغطوا بها البول وغادي نخليو هاد الفتحه هاد البويب هذا هو باش غادي ندخل الماء، وبيان سور غادي نستعملوا الماء باش نعجنوا العجينه ديالنا. غادي ناخذوا البول غادي نحطو بلاصتو نفيكسيوه مزيان. قبل كاع ما نبداو عمليه الخط غادي نزيدو واحد شويه ديال الماء، من بعد نزيدو على حسب القياس من هاد الفتحه هادي. يلا نركبوا لو كروشي بلاصتو نزيرو ونركو على هاد البوطون هادي باش نهبطو هاد لاطيط هادي. دابا غادي نشعلو الروبو بيتخان ديالنا. من بعد 7 دقائق ديال الاشتغال هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. صراحه نتيجه مرضيه مزيانه. عن قرب هذه هي العجينة ديالنا، من الفوق كتبان رطبة بزاف، عندها واحد الملمس ناعم، وبيان سور هذا كيدل أن العجانة يعني دكات مزيان هاد العجينة هادي. بالنسبة لهاد المرحلة ديال العجين هادو هما لي دوني اللي تحصلنا عليهم. لا كونسوماسيون هي 0.012 كيلو واتور، 7 ديال الدقائق بالنسبة للتشغيل ونص تقريبا. بالنسبة لا بيسونس مينيمال ديال العجانة 37 والماكسيمال 107. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها من بعد ما طاب الخبز ديالنا، ومن بعد ما قطعناه كيجينا مجاب من الداخل. النتيجة اللي هي مزيانة بزاف. بالنسبه للعجين ما عندي ما نقولوا عليه مزيان. كما لاحظتوا معنا يعني في خلال هذا الجزء هذا، لاحظتوا بالنسبه لهذا الراس ديال البيتخا كيتحرك بواحد يعني طريقه غير طبيعيه. واحد دي فيبراسيون اللي في شكل. بيان سور هادشي كيأثر مستقبلا على هاد لاطيط هادي ديال البيتخا. تيوليو لي بينيون تيتحلوا تيتزعزوا بزاف،
وحتى لي فيس وحتى هاد الكاريناج هذا تيكون فيه مشكل مستقبلا. غادي ندوزو نقادو لاجينواط. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، نفصلو البيض على الصفر. هاد الابيض هذا غادي نزيدو عليه واحد القبضه ديال الملحه، وغادي نطلعوه بشويه ديال السكر والفاني، ونحطو البول ديالنا بلاصتو. نديرو هاد الكوفركل هذا، غادي نسميو الفوي، نكبو بلاصتو. غنزيدو السكر والفاني، نص كاس. نهبطو هاد لاكيط هادي. بالنسبه للسرعه غادي نستعملو الماكسيموم، السرعه السادسه. بسم الله على بركه الله. هذه هي النتيجة اللي تحصل عليها، صراحة ممتازة. المدة اللي استغرق هذا الاختبار، هذه المرحلة هذه 6 دقائق، و لا بيسونس 122 واط. داك الاصفر اللي بقينا ديال البيض نديرو عليه واحد نص كاس ديال السكر، سكر سنيده، وغادي نضربوه حتى يبيض. ودي النتيجة اللي تحصلنا عليها بالنسبة للأصفر البيض. بعد ما وجدنا الأصفر والأبيض ديال البيض، دابا غادي نخلطوهم بشكل تدريجي باش يطلع لنا واحد القوام اللي هو مزيان. بعد ما خلطنا داك الابيض والصفر ديال البيض، هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. دابا غادي نزيدو واحد شويه ديال الزيت، واحد نص كاس بلا سباتيو. دابا غادي نزيدو واحد شويه ديال الدقيق وهاد جوج خمارات هادو اللي بقاو. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها. يعني شدت لينا في الطاوه فاش قلبناها، داكشي علاش. بالنسبه للنتيجه راه مرضيه. في الاخير غادي نوجد واحد العصير ديال الفواكه، واحد الباناشي. غادي نحيدو هاد الكاش هذا، غادي نحطو الكاس ديالنا. كاين واحد السامنه غادي نجيبو نحطوه حدا هاد القفل اوفير، غادي نحطوه وغادي ندورو حتى نسمعو واحد الصوت. فوالا. دابا غادي نزيدو الحليب. يلا غادي نشعلو الخلاط ونديرو السرعات بشكل تدريجي، 1 2 3 طالعين. فوالا كنحلو الكاس وهو العصير ديالنا واجد. هذا هو الوحيد اللي طلع لا بيسونس ديال الموتور حتى 175 واط. هذا هو الماكسيموم كاع اللي قدرنا نوصلوا ليه في هاد الاختبارات بثلاثه. الخلاصه ديال هذا الاختبار هذا بالجزئين ديالو. بالنسبه للمميزات، عندنا واحد الغوبو ملتي فونكسيون اللي فيه 3 الحاجات في نفس الوقت. الميزه الثانيه انه كيشد لينا مزيان في البلان دو طرافاي، البلاند اللي كيطحن لنا مزيان بالنسبه للعصير والسوائل. بالنسبه للهاشوار حتى هي تطحن لنا مزيان، ما لقينا فيها حتى مشكل.
البيتران بالنسبة لداك الشي اللي ليجير، لي بلون نيج، ما كاين حتى إشكال نهائيًا، بالعكس واحد الخط اللي سريع. حتى بالنسبة للعجينة ديال الخبز راه كتطلع مزيانة. لكن كاينة أمور اللي خصنا نناقشوها في العيوب. بالنسبة للمسألة الأولى، أول حاجة هاد لاطيط هادي كتعزل بزاف بواحد الشكل غير طبيعي، اللي ربما مستقبلا في المستقبل القريب غادي يأثرنا على هذا الرأس هذا اللي ما غاديش يولي ثابت مزيان. المسألة الثانية، بالنسبة للهاشوار، لقينا فيها من بعد واحد المدة ديال الاستعمال أن دوك لي ديسك ديال الحديد اللي كيدارو من بعد دوك لي لام كيتصداو بسرعة. المسألة الثالثة هي ديال الصوت، يعني تقريبا أقل حاجة سجلناها هي 80 ديسيبل بالنسبة للصداع. بالنسبة لا بيسونس لقينا فيها مشكل صراحة، يلاه سجلنا يعني في الماكسيموم حاليا 175 واط. العجينة كاع ديال الخبز اللي يعني كتبغي واحد لا بيسونس شي شوية سجلات لنا 130 100 واط تقريبا. إذا لا بيسونس فيها إشكال، واش مسألة تسويقية ولا مسألة اللي هي يعني ربما تتحتاج يعني استعمال مكثف باش لا بيسونس تبان مع الوقت. نتمنى أن هذا الاختبار ينال الإعجاب ديالكم. شجعونا بلي لايك وبالاشتراك في القناة، كتبوا لنا الآراء والتعليقات ديالكم على الأجهزة والتجارب ديالكم الخاصة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.